الشاب ده فينه من الشهرة وفينه من الإعلام وفينه من الاهتمام، ولا لازم يظهر المصريين هم الناس اللي بيطلعوا لايفات وبس؟ شايف الروبوت ده كله معمول من البلاستيك، ومع الوقت قطعة ورا قطعة قدرت احوله روبوت بشري كامل. خليت الروبوت ده كله يقدر يتحرك ويتكلم وكمان يتفاعل مع الناس. انا بصنع روبوتات كلها مستقبل في الطب، من اول عمليات الجراحية لكل التخصصات في الطب. انا هدفي ان يكون صدمة اول روبوت يتم تطويره لاجراءات عمليات جراحية على مستوى العالم. صدمة، عرفنا بنفسك. أنا اسمي صدمة. هكون أول روبوت في مصر وعالم يعمل عمليات جراحية بديلة للبشر. صدمة من فكرة مصرية الى روبوت جراحي. اللي قدامك ده شاب اسمه اسلام بيصنع حاجات انت لو جيت تستوعب هي بتتصنع ازاي هتقول لا هي لازم مصنع يعملها. يعني الراجل اللي قدامك ده مصنع درون من البلاستيك، درون اللي هي شركات كبيرة اصلا لسه لحد دلوقتي بتدرس هي ازاي تعمله بطريقة معينة. اسلام عامله بطريقة متطورة جدا وبطريقة يعني فيها كل الامكانيات، بالرغم من ان هو عنده امكانيات بسيطة جدا، ان هو بيصنع من البلاستيك المتوفر عنده. في نفس الوقت اسلام عامل اطراف صناعيه متطوره الكترونيه كمان تسهل على الناس اللي هي عندها حاجات في جسمهم محتاجين اعضاء او حاجات صناعيه او اطراف صناعيه. هو الشاب ده عامل الحاجات دي بالامكانيات البسيطه دي. طيب هل انت سمعت عنه؟ لا. هل اسلام مثلا لسه عامل ده جديد؟ برضه لا، اسلام بقاله فتره بيعمل الحاجات دي. لكن هل سمعت عنه وشفت بقى ان في حد مهتم بيه وبص اسلام عنده مشروع معين هيشتغل عليه؟ طب هل مثلا لحد دلوقتي في جهه كلمته علشان يجي يشوفوا اسلام اللي بيصنعه ده ويطوروا له الحاجات اللي بيصنعها، عن طريق ان هم يوفروا له مثلا امكانيات تقدر ان هي تساعده، يوفروا له خامات معينه تقدر ان هي تخدمه اكتر في تصنيع الاختراعات اللي هو بيعملها دي؟ لان خد بالك احنا دلوقتي هتلاقي اللي متصدر الصوره مين؟ الناس اللي بتطلع لايفات. الراجل اللي يجيب لك شويه عصير يقول لك اصل انا بساعد بيهم الغلابه المصريين. الراجل اللي يجيب لك شويه وجبات يقول لك الداعمين بتوع الخليج يبعتوا لنا بقى فلوس عشان نساعد الغلابه المصريين. لكن هل حد مره قال ان هم دول المصريين؟ ان هم دول الشباب اللي مستنين بس ربع فرصه ان حد يهتم بافكارهم ويطور افكارهم؟ لا مش هتلاقي. ليه؟ علشان للاسف في ناس كل مصلحتها ان يبان المصريين هم كده، ان هم دول المصريين ناس يطلعوا لايفات، ناس يقولوا ارحب يا ابو فلان، ناس محتاجين تكبيس، هم دول. لكن هل سمعت قبل كده ان يقول لك ان المصريين لسه فيهم شباب اهم بيخترعوا، لسه فيهم شباب بتكافح؟ لا مش هتسمع ده. عشان للاسف احنا كمان بنفسنا ساعدنا على ده، لان احنا بقينا نطلع نماذج ونخليها هي اللي فوق. وانزل كده شوف الشباب في الشارع هتلاقي اغلبهم يقول لك اصل انا عايز ابقى زي فلان. وفلان ده مين؟ واحد كان عامل بلوى قبل كده وبيتكلم بطريقه معينه وسوابق ومعرفش ايه، فهو عايز يبقى زيه. ليه؟ علشان التاني طالع مفهم الشباب ان دي كانت بطوله، ان هو يقدر يعمل ويسوي. وتقدروا تشوفوا اي بودكاست لاي لواء سابق كان بيقول ليه. قال لك اعتى الناس اللي هم عاملين فيها مسيطرين واحنا كبار مناطق وبنقدر نعمل ونسوي، قال لك لما كانوا بيتمسكوا ومعاهم الحرز كانوا بيقعدوا يعني انا اسف فراخ مش قادرين حتى ينطقوا. فما تتخدعوش بالناس دي، وارجعوا تاني صدروا للناس ان هم دول المصريين، ان فيهم ناس لسه بتكافح، ناس لسه عايزه تعمل حاجه. فانا اتمنى ان شاء الله الدوله يعني تشوف اسلام ان هي تتبنى الفكر بتاع اسلام وتساعده، علشان اسلام يطلع منه حاجات كتيره جدا على فكره تفيدنا كدوله، وهتوفر علينا عمله صعبه كتير جدا من الحاجات اللي احنا بنستوردها. ان شاء الله ربنا يكرمك يا اسلام، وان شاء الله تحقق كل اللي انت بتحلم بيه.